رانا مع جلالة الملك محمد السادس وندوروه ينغضنا من هاي المأساة اللي فيهم مؤيدين الحكم الذاتي. رانا مع جلالة الملك محمد السادس ورانا مؤيدين للحكم الذاتي وينقذنا من هذه المأساة اللي فيها قيادة الفساد في الرابوني، قيادة البوليزاريو، ورانا مؤيدين للحكم الذاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخالق نبينا محمد. وبعد، ها نحن مجموعة حركة شباب كفاية حا شين كاف قد عدنا من جديد لنظهر لقيادة الفساد أننا ما زلنا موجودين على الساحة، ونذكر في نفس الوقت كافة الشعب الصحراوي بمعاناة التي امتدت وما زالت طيلة 4 عقود دون الاستفادة من أي شيء. يذكر وأكد للتذكير بالتضييق الذي يطل أي صوت نزيه حول فضائح ممارسة هؤلاء المسؤولين الذين لا يهمهم إلا إطالة هذا الصراع، خدمات المصالحهم ومصالح أبنائهم، وانطلاق من التضييق الذي يمارس علينا من طرف هذه الزمرة الفاسدة التي تنتهي سياسة تكميم الأفواه والإزاج بالإبرياء داخل سجون والتنكيل بالشرفاء من أبناء هذا الشعب. كلما علت الأصوات الاحتجاجات وذلك أمام النظر العالم ومباركات من السلطات الجزائرية التي نحملها المسؤولية التامة لما يقع لهذا الشعب المغلوب على أمره، فإننا في حركة شباب كفاية نهيب بكل ضمير حي داخل المخيم أن يلتحق بركب الاحتجاج والتظاهر بكل الوسائل المتاحة ضد قيادة الجبهة والعمل على فضائح داخل جميع المحافل. ودعونا نقولها بصراحة أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل المعقول والواقعي الذي يضمن لنا حياة كريمة ويوفر لنا فرصة بمكانها تحقيق أمل شبابنا، حيث يبقى هدفنا الوحيد والشرعي هو حلم العودة إلى أرض الوطن في إطار هذا المقترح الذي يلبي طموحاتنا في العيش الكريم بعيد عن بطش وفساد قيادة الرابوني. الحكم الذاتي هو الحل. حركة شباب كفاية حا شين كاف مخيمات الحمادة.